معجزات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مش هيستشعرها غير اللي مواظب عليه. انت مش متخيل انت بيحصل لك ايه وانت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. واعرف ان لو ربنا الهمك بالصلاة على النبي ان هو اصلا رحمك مسبقا. يعني مثلا اللي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ربنا يصلي عليه 10. يعني ايه ربنا يصلي عليه 10؟ ربنا قالها في القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تعرف يعني ايه يخرجكم من الظلمات إلى النور؟ يعني لو في هم يخرجك منه، معمول لك سحر يتبطل، في ضلال يهديك، في ذنب معطل لك حياتك كلها ومش عارف ايه هو يعرفك ايه هو ويكرهه لك كمان ويخلي قلبك كاره الذنب ده، في فقر يخلصك منه ويغنيك. يعني من الآخر ربنا بيساعدك. في ناس تقول لك أنا بصلي على النبي ومفيش حاجة. طيب هو ربنا أصلا موجه الكلام ده لفئة معينة من الناس، يعني في فرق بين المسلم والمؤمن والكافر. ربنا هنا كان بيخاطب مين؟ يخرج مين من الظلمات إلى النور؟ نقول الآية تاني: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما قالش بالمسلمين، هو بيكلم المؤمنين. وفي آية تانية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بيكلم المؤمن. المؤمن هو اللي هيلاقي الخير ده كله من وراء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إنما أي حد قال الشهادة بقى مسلم. إنما مين المؤمن؟ ده اللي آمن بالله وبكتابه، واللي بيؤمن بالقرآن بيعمل باللي فيه، صح كده؟ في أوامر وفي نواهي ده بيتبعها أو بيحاول على الأقل يتبعها. هو ده المؤمن. يعني أنا لو مسلم بس ما صليش على النبي، لا صلي على النبي، ممكن هي دي اللي تجيبك. تمام كده؟ ويبقى في نيتك أنا عايز أتبع الأوامر واجتنب النواهي وابعد عن الكبائر، وبتحاول فعلا. تاني فضل للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: النبي نفسه بيدعي لك لما بتصلي وتسلم على سيدنا محمد. في حديث ان ربنا بيرد لسيدنا محمد روحه، بيرد لك السلام. يعني ايه السلام؟ يعني انت بتطلب للشخص اللي قدامك يحل عليه السلام من الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: وعليكم السلام. بيدعي لك ربنا ان هو يحل عليك السلام. وسيدنا النبي دعاءه مستجاب، طلب لك من هنا يحل عليك السلام، هيحل عليك السلام. حتى ربنا قال في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فدعاء سيدنا النبي حاجة ودعاء الأمة كلها حاجة تانية خالص. فيا بخته اللي سيدنا النبي يرد له السلام ويدعي له. ثالث فضل للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: سيدنا النبي بيقول: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة علي. كل ما تكتر من الصلاة على النبي كل ما تبقى قريب قوي من سيدنا النبي في الجنة، يعني مع سيدنا النبي في الفردوس الأعلى كمان. عشان كده الصحابي اللي راح لسيدنا النبي قال له: كم أجعل لك من دعائي وصلاتي عليك؟ قال له: الربع. قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. كل ما تزود خير ليك أنت. النبي مش محتاج لدعائنا ولا لصلاتنا عليه أصلا. تمام، خلاص النبي اتبشر اصلا ان هو داخل في الفردوس الاعلى. اخليها النص. طيب قال له: ان شئت وان زدت فهو خير لك انت. قال له: طب التلتين؟ قال له: ان شئت وان زدت فهو خير لك. قال له: خلاص انا هجعل دعائي كله الصلاه عليك. قال له: خلاص اذا يكفى همك ويغفر ذنبك. ويكفى همك دي كبيره قوي. فانت بدل ما تقول يا رب اشفيني تقول لا اللهم صل على النبي. فربنا يصلي على النبي، بعدها يصلي عليك 10، بعدها يطلع على سؤلك فيقضي. ولكن في نقطة مهمة قوي، لما الصحابة راحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قلت له: احنا عرفنا ازاي نسلم عليك، ازاي نصلي عليك؟ فقال لهم: صيغة الصلاة الإبراهيمية. دي الصيغة اللي النبي قال لنا عليها، اللي وصانا بيها، لأن في صيغ كتير جدا وكلهم كويسين، ولكن دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليها.